رحلة ناشئ الإسماعيلي مهند لاشين من الظلم إلى النور. هتعرف إزاي خرج بطريقة غريبة وغضب منها الشارع الإسماعيلاوي. مهند لاشين ناشئ الإسماعيلي مواليد 1996، لاعب خط وسط قوي ومميز. تم تصعيده للفريق الأول وقت مجلس إبراهيم عثمان 2018. تم إبلاغه بعدم وجود فرصة للعب والبحث عن عرض لبيعه. حصل اللاعب على عروض من أندية في الممتاز بالفعل بدون وكيل، وهو من قام بتسويق نفسه في بداية شهر يناير. علم النادي بوجود عروض فقام بعمل عقد ليه ب5 سنوات، وتم إبلاغه لا وجود نية في رحيله. وقبل غلق القيد ب5 أيام تم إبلاغ مهند بعدم وجود مكان في القايمة. رغم في ذلك التوقيت صعب يلاقي نادي يلعب فيه لضيق الوقت، وأخذ الاستغناء وذهب وعرض نفسه على الأسيوطي. وقتها كان نادي في الدرجة الثانية، مع العلم إن وقتها إبراهيم عثمان كان باع لعيبة كتيرة وإعارة محمد عواد والموافقة على رحيل ديسابر. لعب مهند وتألق وصعد مع الأسيوطي إلى الدوري الممتاز مع علي ماهر الذي اقتنع بموهبة اللاعب من اللحظة الأولى. وبعدها حدثت المفاجأة، وقام السعودي تركي الشيخ بشراء النادي وتم تغيير اسمه إلى نادي بيراميدز. واستمر اللاعب رغم رحيل لعيبة كتيرة نظراً لإمكانياته، وبعدها رحل فترة إلى الجيش ثم مودرن، وبعدها والآن عاد مرة أخرى إلى بيراميدز ويتواجد دائماً في المنتخب الأول لإمكانياته العالية. رحلة ناشئ الإسماعيلي مهند لاشين من الظلم إلى النور. شكراً، ومع قصة حقيقية أخرى إلى اللقاء. كتابة القصة ومونتاج إسلام خديري. كان معاكم منيرة.